باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. امبارح ابتدينا سلسلة كيف أنتصر على الشيطان، وقلنا إن لازم نتكل على ربنا بالتمام وما نسيبش حاجة لنفسنا غير إن احنا نصلي ليل ونهار ونقول له يا رب تعالى انصرنا في حروبنا على الشيطان. طيب ايه تاني ممكن انتصر بيه على الشيطان؟ الآية اللي قالها سفر الرؤيا وبتقول وهم غلبوه بدم الخروف. يعني دم الخروف، دم خروف الفصح، دم رب المجد يسوع هو اللي هنخلينا ننتصر على الشيطان وناخد حماية وقوة. ازاي؟ نرجع تاني لسفر الخروج في الضربة العشرة والأخيرة اللي اسمها ضربة الأبكار. ازاي؟ الحقيقة كان ربنا حط علامة على العتبة وعلى القائمين بتوع الباب ان ملاك مهلك هينزل يضرب أبكار بني إسرائيل ما عدا البيت اللي عليه علامة الدم. طب يا رب ما انت عارف مين هم شعبك ومين هم الفراعنة، ده حتى دول ساكنين هنا ودول ساكنين هناك. يقول لك لا، لازم علامة الدم عشان يعبر الملاك. وكأن ربنا بيقول ان الهلاك ممكن يجي لأي إنسان، لكن الإنسان اللي بيحتمي بدمي وبياخده دايما من على المذبح في صورة جسد ودم له حماية خاصة. علشان كده الضمير القبطي متعلق قوي دايما بالتناول. لما يكون في انسان تعبان او عيان يقول لك يا ترى اتناول يا ترى اتناول. ما احنا عارفين كويس قوي يعني ايه واحد يتحد بالمسيح من خلال الافخارستية او من خلال جسده ودمه. علشان كده ده مهم قوي ان انا اتناول جسد المسيح ودمه. طيب هل اتناول كده؟ لا، الحقيقة قبل التناول في نقطة مهمة قوي وهي نقطة التوبة. مش هينفع نتناول من غير استحقاق. هنقف قدام ربنا ونقول له عن خطايانا اللي وقعنا فيها الشيطان او وقعنا فيها بارادتنا، ونقدم توبة. بعد كده نقدم اعتراف قدام ابونا الكاهن عشان ناخد الحل ونسمع صوت المسيح الحلو الحنين اللي بيقول مغفورة لك خطاياك. بعد كده اروح اخد الحماية من المذبح ومن القداس. بسيطة قوي ان الانسان يحتمي بربنا. امبارح قلنا انك انت تتكل عليه، والنهاردة تحتمي بدمه، ولسه في الروشتة علاجات تانية. صباح الخير.